الأسبوع الماضي يوم الخميس الماضي جرت مقابلة مهمة بين فريقي نجوم أوسرد ومولودية آسا. تعرفت فوز فريق المولودية ب3 أهداف دون مقابل، وتألق الحارس عمر الذي صد ضربة جزاء، وتمكن الفريق من تحقيق الصعود قبل نهاية البطولة بدورة وحيدة، وذلك باستفادته من تعادل فريق أدرار الدشيرة أمام شباب هوارة بهدف مقابل هدف. هذا ما جعل الكل يستقبل هذا الفريق البطل بآسا استقبال كبير يليق بهؤلاء الأبطال، ويؤكد شغف كروي كبير لجهة قريمي موادنون، لجهات الجنوبية الثلاث، لمشجع وإطرس عزازة بوز المشجعة لفريق مولودية آسا، واللقطات تؤكد ذلك. هذا الاستقبال الكبير على الأرجل، كذلك القيام بجولة مع الجميع بمدينة آسا، لأن الساكنة رحبت بهذا الفريق وآمنت. أنا لن أقول على أن الفريق صعد، ولكن أقول على أن الفريق عاد لمكانته الطبيعية، هو من الفرق الأولى التي كانت في القسم الوطني للهواة، وهو قريب. تعرفوا على أنه نزول الفريق بسبب المشاكل والإكراهات، وكان يمكن أن يحافظ على مكانة. تمنى من مسؤولي آسا ومولودية آسا أن يكونوا في المستوى ويكونوا في الموعد للحفاظ على مكانة الفريق، ولما لا الصعود للقسم الوطني الثاني للبطولة الاحترافية. بعد ذلك كانت منصة ترحيبية بهؤلاء الأبطال بآسا، والأكيد احتفال كبير يليق بهذا الفريق البطل الذي حقق الأهم. ولا ننسى فريق نجوم أوسرد الذي لعب لآخر دورات من أجل كسب ورقة الصعود للقسم الوطني إلى جانب فريق أدرار الدشيرة. فرق أعطت نكهة خاصة لهذه البطولة المتميزة، والأكيد على أننا إن شاء الله سنخصص إن شاء الله عدد آخر وإفراح وأشياء تخص هذا الفريق في الحلقة المقبلة. وسيكون لدينا ضيوف من مدينة آسا بعد نهاية المقابلة الأخيرة ضد فريق مولودية طرفايا يوم الثلاثاء، والأكيد على أن ساكنة آسا ستكون في هذه المقابلة المهمة الاحتفالية بصعود الفريق. إذن مشاهدينا الكرام، بعد هذا الحفل الكبير كانت مجموعة من التصريحات لمجموعة من مكونات فريق آسا ومدينة آسا. هذا العام كما عرف الجميع، هذا العام ما جاش سهل بالنسبه لنا، جا صعيب بزاف، ولكن احنا من اللي بدي ديال العام وحنا دايرين هذه البطاقه هذه باش ديال الصعود، والحمد لله بمجهود الدراري والستاف والمدير والاداره التقنيه الحمد لله تاتى لنا هذا الطلوع هذا، والحمد لله كنبغي نشكر الجماهير هذه اللي فما مشينا غادا معانا، وهانتوما كتشوفوا في الاخر الفرحه ديالهم، وان شاء الله باقي هذه الفرقه غتقول الكلمه ديالها من هنا لقدام. والحمد لله كنبغي ندير هذا الطلوع هذا الوالديه اللي واقفين معايا، والله يخليهم ليا والله يسهل على الجميع ان شاء الله. كنبغي نشكر المكتب المسير اللي ما بخلش علينا حتى شي حاجه، الحمد لله كل شيء ظروف وتهانينا، والحمد لله الدراري تقاتلوا على التوني، والحمد لله ربي ما خيبناش وحققنا المبتغى، وان شاء الله هذا الفريق غادي يكون الكلمه ديالو على قادم المواسم ان شاء الله باذن الله. الحمد لله بعدا على هذه الفرحه هذه اللي كنهدوا لساكنه اقليم أصزاك بصفه خاصه، وساكنه اقليم ساكنه جهه قلميم وادنون عامه، وكنهدوا للاقاليم الجنوبيه، واللهم لك الحمد. انتصار ثمين ما جاش بالسهل، كان العمل عليه واحد المده ديال 3 مواسم متواصله، الحمد لله عطات الاكل ديالها، اللهم لك الحمد. وحنا الحمد لله دابا رانا كنحتفلوا بهذه الصداره هذه عن جداره واستحقاق. تحيه رياضيه من هذا المنبر هذا لجميع ساكنه آسا اللي لبت النداء واستقبلت فريق مولودية آسا احسن استقبال، سواء من المجالس المنتخبه او من المنابر الاعلاميه المحليه والجهويه، او من الجهات المنتخبه، او من الجماهير المحليه اللي عبرت بكل فرح عن مثلا عن فرحتها الشديده بهذا الانجاز هذا التاريخي. هنيئا لكل مكونات فريق مولودية آسا
من مكتب مسير لاعبين، وبالاخص التهنئه الخاصه لجمهور مولوديه اسا اللي تتبعتم معنا حضور وخروج الساكنه عن بكره ابيها في مدينه اسا. وبطبيعه الحال الفرحه عمت جهه قليميم ودنون الاقاليم الجنوبيه بهذا الصعود المتميز، فمزيدا من التالق ومزيدا من العطاء لفريق مولوديه اسا ان شاء الله في الموسم الرياضي القادم. نهنئ كل مكونات فريق مولوديه اسا ومن لاعبين ومكتب مسير بمناسبه الصعود للقسم الوطني الممتاز هوات. بهذه المناسبة السعيدة تقدم كذلك بحر تهاني والتبريكات لساكنة الأقاليم الجنوبية وساكنة جهة قليميم ودنون، وبالخصوص ساكنة إقليم سزاك والجمهور الحبيب الذي لطالما كان سندا للفريق طيلة المحطات وفي عديد محطات هذا الموسم. هنيئا وألف مبروك للفريق مرة أخرى بهذا الإنجاز التاريخي المشرف بطبيعة الحال للساكنة والإقليم وللجمهور المحب والعاشق للمستديرة. كنهنئ فريق مولودية اسا على الصعود ديالو التاريخي للقسم الممتاز هوات. هذا الصعود اللي اتى بفضل مجهودات المكتب المسير والداعمين الرسميين للفريق، وكذلك مجهودات الجماهير التي حجت بكثرة لمركب في الداخلة واللي تكبدت عناء السفر. والحمد لله كانت مقابلة جيدة تابعناها مباشرة من المركب.